اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ سوسو عطية. النهارده الفيديو مختلف تماما، مختلف قوي قوي عن اي فيديو تاني. يعني لا فيه وصفة اكل ولا طبخ ولا حلويات ولا اي حاجة. الفيديو ده المفروض ان انا كنت انزله لكم في رمضان، بس الحقيقة ما حصلش نصيب. يعني انا كنت شارية شوية حاجات حلوة قوي في رمضان على اساس ان انا وصورت لكم فيديوهات على اساس ان انا انزلها، بس الحقيقة ما حصلش نصيب واديني هو بنزله لكم دلوقتي. اتمنى ان انتوا تقولوا رايكم في الكومنتات وتقولوا لي يا ترى الحاجات دي حلوة ولا لا. طبعا هنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله بباقي المشتروات عشان ما اطولش الفيديو عليكم. انا اشتريت طقم حلل جديد اسمه توب شيف، وعلى فكره هو مش اعلان والله ولا اي حاجه، بس في ناس جربوه، اختي جربته وشكرت لي فيه قوي. وانا الحقيقه اشتريته وحسيت ان هو شكله حلو ولونه جميل وقلت اشتريه اهو نستعملوه مع بعض، وفي نفس الوقت اجدد لكم في التصوير والحاجات الحلوه دي عشان ما تملوش وتزهقوا. بس يا ريت يا ريت يا ريت بجد، وحياة اغلى حاجه عندكم تقولوا لي كله، يعني غششوني كده طبخات وقولوا لي اعمل لكم فيه، وانا وعدكم اللي يقول لي اعملي فيه طبخه انا هعمل له فيه فعلا، يعني على قد ما اقدر حقيقي والله. فقولوا لي كده شويه طبخات نبدا فيهم ونسمي الله كده، طبخات حلوه كده مبهجه نعملهم مع بعض ان شاء الله في الطقم الجديد ده. دي حلة مقاس 24، برضو مقاسها حلو قوي، وعلى فكرة اللون خطير جدا والحلة تقيلة وحلوة وهتعجبكم قوي قوي قوي. الحلة دي كمان عجباني قوي، معرفش من غير ما استخدمها، بس انا حاسة ان اول استخدام ليها هيكون ان شاء الله محشي كرنب، مش عارفة ليه. شكلها حلو عجباني قوي قوي، يعني تحس ان هي حتة ديكور كده، عايزة احطها كده في المطبخ وخلاص. كمان شوفوا سمكها تقيل ازاي. السمك العريض ده بيبقى حلو قوي في الحلل، وكمان القاعدة كل ما تكون تقيلة كل ما يكون احسن بالنسبة لتوزيع الحرارة وبالنسبة للتسوية. لونه حلو قوي قوي. اخترته من 3 الوان زي ما قلت لكم. فايه رأيكم بقى؟ يا ترى عجبكم ولا ايه؟ وبجد بجد قولوا لي رأيكم في الكومنتات، عجبكم ولا لا؟ طبعا انا لما ما نزلتش الفيديو في رمضان ما رضيتش استخدمه، قلت خليني لما انزل الفيديو واستخدمه معاكم ان شاء الله. دي اكبر مقاس فيهم، مقاس 28. يعني احنا دلوقتي مقاس في مقاس 18 ومقاس 20، مقاس 24 وفي مقاس 28، دول الاربع حلل اللي في الطقم. برضو مقاس 28 دي حلة كبيرة، ممكن تعملي فيها بطاية حلوة، تعملي فيها 2 كيلو لحمة واكتر، ممكن 2 كيلو ونص لحمة. آم، ممكن كمان وتبقى مرتاحة في التسوية، لأن الحاجة لازم تكون مرتاحة في التسوية. تاخد معاكي فراخ فرختين ونص متقطعين. تاخد كمان رز، مكرونة، محاشي حلوة قوي قوي وشكلها جميل قوي قوي. عايزة اقول لكم ان احنا في مصر بيبقى الجو برد قوي في الشتاء، فممكن كمان لان دي بتحتفظ شوية بالسخونية ممكن ناخد الحلل دي ونغرف على السفرة، تبقى حلوة قوي. في كمان المصفى قصدي الطاسة بتاعتهم دي ممكن تستخدميها طاسة، تستخدميها جريل، تستخدميها اي حاجة، بس انا برضو متخيلة ان انا اول حاجة هعملها معاكم فيها هي الكانيلوني، لان انا بحبه قوي، فان شاء الله نعمله مع بعض بإذن الله. ايه رأيكم في طقم الحلال بتاعي الجديد؟ طبعا انا زي اي حد بفرح جدا جدا لما بشتري حاجة جديدة. ببقى مبسوطة حتى لو كانت حاجة بسيطة. وعلى فكرة الطقم ده حلو قوي وسعره حلو، سعره مش رخيص ومش غالي، حلو في متناول، يعني ممكن عروسة تجيبه تستخدمه، حلو قوي وشكله شيك وحلو في المطبخ، وعلى البوتاجاز بتاعها هيبقى حلو قوي. يلا قولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي كمان اطبخي ايه فيهم اول مرة وعجبكم ولا لا. وقولوا لي مبروك، لان انا بحب الحقيقة الحاجة الجديدة وبفرح بيها، وان شاء الله اعمل لكم فيه وصفات حلوة كتيرة. شايفين الحلة صاحبتي دي؟ انا مسميها صاحبتي الحقيقة لانها حلوة. اشكركم جدا وباي باي.